مش كل مشاكل الاسنان بتبدا بالتسوس، احيانا بتبدا بالجير. الجير هو طبقه صلبه خشنه بتتكون على الاسنان نتيجه تراكم البلاك، بسبب تفاعله مع اللعاب وبقايا الاكل بيحصل ان هو بيتصلب، ومجرد ان يتحول البلاك اللي هو بواقي الاكل لجير، الفرشه لوحدها ما تقدرش تشيل. ومع الوقت الجير اللي انت سبته يتراكم ده مش بس بيسبب ريحه سيئه، لا برضه بيسبب التهاب في اللثه ونزيف اللثه وتراجعها برضه. ولو استمر ان انت سبته وما نضفتوش ممكن ياكل العظم اللي حوالين الاسنان، وفي المراحل المتقدمه تلاقي السنه بتاعتك بتتلخلخ وبتفقدها بدون اي تسوس. ولو سمعت طبعا ان تنظيف الجير بيوسع الفراغات بين الاسنان، فالحقيقه ان الفراغات دي بتكون موجوده بالفعل نتيجه التهاب اللثه وتراجعها، لكن الجير بيكون هو اللي مخبيها. بعد التنظيف بتظهر الحقيقه مش بسبب الجلسه، لكن بسبب تراكم الجير لفتره طويله. وعشان تحافظ على صحه سنانك ولثتك بننصح بتنظيف الجير مره كل 6 شهور على الاقل، او حسب تقييم الدكتور لحالتك. ما تستناش طبعا لحد ما المشكله تكبر، احجز جلسه تنظيف الاسنان دلوقتي واحمي لثتك واسنانك. عيادات دكتور علي، الابتسامة اللي تستحقها.